I'll be on my own, feeling frightened of the things that I don't know. When tomorrow comes, when tomorrow comes. السلام عليكم، كيفكم وكيف إجازتكم وإيش مقضينها للحين؟ في رمضان خلص، فالحين عندكم وقت كامل عشان تسووا أي شيء أنتوا تسوونه. فاليوم موضوع الفيديو عن الإجازة. أتوقع أغلبنا كان يقول في الإجازة راح أسوي كذا، راح أسوي كذا، راح أسوي كذا، وبغير بس ببدأ رياضة، ببدأ هواية جديدة، راح أطور نفسي في شيء، راح أقعد مع أهلي أكثر، راح أطلع أكثر. بس خلي تجي الإجازة، بس تجي الإجازة أنا راح أسوي كل شيء. فتجي الإجازة وبعدين تروح على سناب شات، انستغرام، تويتر، أفلام، كل الأشياء ما عدا الأهداف اللي كنتي قاعدة تقولين إنه راح أسويها لما تجي الإجازة. ولما يبدأ أول يوم دراسي تسألين نفسك إيش سويتي طول الإجازة، أو صحباتك إيش سويتي في الإجازة. كانت إجازة وبعدها راح تكون بالنسبة لي آخر سنة دراسية. وقبل تنتهي الإجازة بشهر ونص يعني كنت أقول باقي شهر ونص وأنتي ما سويتي ولا شيء غير الطفش والأفلام والإنترنت والإنستغرام وسناب شات، والدائرة تستمر يعني كل يوم نفس الشيء ولا أسوي ولا شيء في يومي. فقلت إنه خلاص لازم أغير هذا الشيء وأسوي شيء مفيد أنا أحبه وأستمتع فيه. فقلت خلاص أوكي راح أتعلم شيء جديد أو أجرب شيء أنا أحبه أطور نفسي فيه. تعرفت على بعض المواقع اللي يسوون دورات أونلاين، طبعا دورات بعضها مدفوعة وبعضها مجانية، طبعا أنا اخترت المجانية. تعلمت شوي فوتوشوب، تعلمت تصوير وبهالأشياء، وكنت جدا جدا مستمتعة. مادام انتي تسوين شي مرة تحبينه يعني تحسين انك طايرة في السماء أصلا. بالنسبة لهالصيفية أنا حابة أجرب شي مختلف تماما هالسنة. إن شاء الله راح أرجع للدورات أونلاين أكيد، وراح أرجع أقرأ شوي كتب، وراح أسوي تصوير، أصور كثير وفيديوهات، وأكثر شي راح يكون خلال الشهر الجاي خاصة راح يكون في DIY وتحديات فلوقات. فهذا أكثر شي. ليش؟ لأني أنا هالمرة فالصيفية راح تكون بالنسبة لي غير، وإن شاء الله بالنسبة لكم برضو غير، لأني راح أشارككم تحدي مع بعض. راح أتحدى نفسي وأتحداكم برضو إنه التحدي راح يكون شهر كامل من غير إنترنت ما عدا يوم واحد في الأسبوع مفتوح تقدرين تدخلين الإنترنت. طبعا ليش سويت هذا التحدي؟ أول شي لأنه تحدي، لأنه أجرب شي جديد، ولأنه أرجع لأيام زمان اللي ما كان فيها إنترنت، كانت اللحظات حلوة ونستمتع فيها فعلا. ونفس الشي لما أنا عارفة لما أنا راح أبعد عن الإنترنت راح أسوي شي مفيد، وراح أسوي الأشياء اللي أنا أحبها واللي مفروض أنا أسويها بس الإنترنت أبعدني عنها. وإن شاء الله راح أنزل بوست في الإنستغرام راح أكتب إنه عن التحدي وهاشتاج، أو نهاية كل أسبوع راح أكتب لكم تجربتي، إيش سويت، إيش شعوري، وإيش أنجزت، كانت تجربة حلوة، إيش افتقدت في الإنترنت، كل هذه إن شاء الله راح أكتبها. فشوفوا الصورة. وبرضه اللي حابة تدخل معاي التحدي وتجرب التحدي تحدى نفسها إنه تجلس شهر كامل، مو لازم شهر كامل مثلي، ممكن أقل، ممكن أسبوع، ممكن أسبوعين، ممكن أكثر من شهر. تستخدم نفس الصورة ونفس الهاشتاج وتكتب تجربتها، لأني أنا حابة أشوف تجربتكم برضو ونتشارك التجارب مع بعض. والمشاركات الحلوة راح أحاول أرجع أنزلها في حسابي عشان نشجع الناس إنه نبعد عن الإنترنت شوي ونعيش لحظتنا ونستمتع فيها. ممكن بعضكم بيقول مع نفسك يعني ما راح نسوي هالشي، لكن جربوا على الأقل لو أسبوع وشوفوا التجربة، شوفوا الفرق يعني في حياتكم، في اللي حولكم. وبالوقت اللي انتوا تشوفون الفيديو هذا أكون أنا بدأت التحدي نفس اليوم. فاللي حابة تدخل تحدي تروح الانستغرام وتشوف البوست اللي نزلته اوريدي. إذا كنت من الناس اللي تأيد إنه الإنترنت أخذ من لحظاتنا كثير وأخذ من وقتنا كثير فسوي لايك للفيديو، وإذا عجبكم الفيديو بشكل عام سوي لايك. برضه اكتبوا لي تعليقات إذا كنتم مؤيدين فكرة التحدي أو لا، أو إذا راح تدخل. إذا ما كنتي مشتركة في القناة فاشتركي عشان يوصلك جديد القناة والفيديوهات الجديدة دايما.